هاي بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير ويومكم جميل وانتوا اجمل. اخيرا هشير معاكم الميك اب الترند اللي مكسر المحتوى الاجنبي في 2023. مفيش يوتيوبر اجنبيه عندها قناه على اليوتيوب ما عملتش الفيديو ده. ومين هي ميري فليبس اللي بوظت المفاهيم ولخبطت الدنيا؟ طبعا كل حاجه هتعرفوها بالتفصيل الممل خلال الفيديو، بس الاول لازم نعمل لايك للفيديو ده وتشير كمان الفيديو لصحباتكم، تحديدا المبتدئات، وطبعا تعملوا اشتراك لو اول مره بتشوفوني او بتتفرج عليا بقالك مده ومش عامله اشتراك. وفي الحقيقه انتم مقصرين جدا في حقي، يعني انا لحظات وهبكي. مشاهدات، لايكات، اشتراكات، كل ده واقع عندي بقاله فترة كبيرة جدا، بلس الابديت المميتة اللي اليوتيوب عمال بيعملها بيخسرنا اكتر واكتر. بس انتوا شايفيني انا بحاول طول الوقت ان انا يعني اطور واطلع لكم بالحاجات اللي غيري ما عملهاش، واجيب حاجات تكون مناسبة ليكم. فالموضوع مش هيكلفكم كتير غير اللايك والاشتراك، وانه اشوف تعليقات لطيفة منكم، لان انا بحب اقراها حتى لو ما اسعفنيش الوقت ان انا ارد على الكل. وبس كده، يلا بينا نبدأ الفيديو. طيب واحدة واحدة كده خلينا نفهم ايه الموضوع. الطريقة العادية في وضع الاساس بتاع البشرة هو ان احنا بنصحح عيوب البشرة عادي جدا، وبعد كده بنبتدي نحط الفاونديشن، ونحط بعد كده الكونتورينج والبلاشر والكونسيلر ونثبت. هو ده اللي احنا عارفينه. لا، طلعت بقى ميك اب ارتست اسمها ميري فيليبس وقالت انا مش عاجبني النظام ده، في تكنيك تاني بقى، وهو انها شقلبت الدنيا خالص. قالت احنا هنحط كل حاجة قبل الفاونديشن مش بعد الفاونديشن، وقالت ان هو بيخلي الدنيا كلها كده ورقة واحدة. الميك اب بيكون سموث جدا وناعم، ومفيش اي حدود او خطوط حادة للكونتورينج او للحاجات الظلال اللي احنا بنحطها في الميك اب. التكنيك ده اسمه اندر بينتينج، يعني هنحط كل حاجة تحت الفاونديشن زي ما هي عملت بالظبط. هناخد الكونسيلر علشان نكنسل او نصحح بيه اي مشاكل موجودة في البشرة من اثر حبوب لهالات لتصبغات ايا كان. يعني شايفين اول ما بستخدم الكونسيلر ده صراحة بيفرق بشكل كبير قوي معايا في توحيدة عيوب البشرة. تمام، زي ما انتم شايفين خطوة عادية جدا، صححت كل عيوب البشرة، وكأني بعد كده الخطوة اللي جاية هو ان انا هحط الفاونديشن. بس في الحقيقة انا مش هحط الفاونديشن، هستخدم الكونتور سات دي من لونا، لطيفة جدا وحلوة في الدمج وسعرها حلو قوي. انا هاخد الدرجة اللي انا حفراها دي، تمام، وهاخدها بصباعي. عايزة تحطيها ببراش مفيش اي مشكلة في الموضوع. وبعدين هي جت هنا كده وسحبت العين. اما بالنسبة لمناخيري فهاخد لها براش وهحط بيها الكونتور، تمام، عشان ما يتحددش مني على عريض فيبقى فرشحت المناخير اكتر. وحدد الشفايف، تحديدة الشفايف مش عايزة تعمليها ما تعمليهاش. بعد كده هدمج كل اللي عملته. انا من الناس اللي بتحب تدمج كل خطوة عملتها ادمجها، ما بحبش اعمل الوش كله مرة واحدة وبعد كده احتاج بقى في الدمج. قد ايه الباليت دي يا بنات ناعمة جدا في الدمج وما بتاخدش مني وقت خالص. بحب ادمج على فوق. بعدين باللي اتبقى في البرش من الكونتورينج بعمل بيه الحتة دي علشان يبقى شادو خفيف، وبعدين بصغر الفرشة وبشتغل على الكونتورينج اللي في مناخيري. وهستخدم الكونسيلر اللي بعشقه ده من ريميل لندن اللي هو اسمه The Multitasker، وبحط هنا كده وانزل زي ما بقولكوا كده على مثلث علشان يسحب الوش. الكونسيلر ده شبه الكاموفلاج بتاع كاتريس، فحطي وادمجي. هنا بحط اللي متبقي في البراش من الكونسيلر علشان بعد كده الحتة دي ما تخططش قوي معايا. بحط هنا حتة كده وهنا
وبرضو ببرش تكون صغنطوطة قوي بدمج الفاتح عشان نفس الفكرة المناخير ما تعرضش معايا. ولو عايزة اخفف بصباعي هاخد الليكويد بلاشر من شي جلام. انا عارفة ان هو مش هيقعد معايا بعد التثبيت ولا حاجة، بس اللي هو ايه هنحطه. وهدمج البلاشر وعلى فوق. هرش الميك اب فيكسر من اوفرا، وده مؤخرا بقى الفيفوريت بتاعي. وبالسبونج هبتدي ادمج كل اللي انا عملته على خفيف قبل كمان ما هحط الفاونديشن عشان مفيش حاجة تكلكع معايا. هستخدم الفاونديشن ده من جوردانا اللي هو 2 in 1 فاونديشن اند كونسيلر. طبعا زي ما انتم شايفين بعينيكم انه مفيش داعي خالص ان انتي تحطي فاونديشن وتحطي الكميات اللي انتي متعودة عليها في الفاونديشن. شفتوا هي دي الحتة اللي هشقلط بيها الدنيا دي كلها. وانتوا عارفين عني كمان ان انا مؤخرا بقيت بقلل من كمية الفاونديشن على قد ما اقدر، لانه مش بكتره وده مش حلو، وده مش انك انتي كده يعني كريمة على نفسك وانك انتي مظبطة وخادمة البشرة. بالعكس، كمية الفاونديشن ايكوال كده مشاكل الفاونديشن كلها. هاخده وهحطه هنا كده، هحطه في الاماكن اللي انا اوريدي ما جبتش فيها شغل كتير، يعني تقدروا تقولوا في نفس الاماكن بتاعة الكونسيلر. وتبتدي تطبطبي كده بالمنظر اللي انت شايفاه ده. وانت بتطبطبي بتحس نفسك ان انت بتدمجي اي حدود موجودة قبل كده معاكي من الكونتورنج والبلاشر. شايفين؟ فتلاقوا ان الموضوع بقى ناعم قوي. هاجي هنا برضو كده وهدمج. كل اللي بعمله ان انا بضغط البراش على الوش، ما بعملش حاجة خالص، ما بحركش البيز بتاعي نهائيا. شايفين يا بنات فينش البشرة عامل ازاي قبل ما اثبت وقبل ما احط باودر وقبل ما اعمل اي حاجة؟ شايفين؟ ما اعتقدش ان انتوا شايفين ابدا حدود للكونتور بتاع الوش. الكونسيلر كل حاجة خطيرة. دلوقتي هثبت الوش بالباودر دي من شي جلام، وهستخدم اللوس باودر اللي تحت. وبصوا كمية اللوس باودر اللي بحطها اول طبقة حاجة لا تذكر. بطبطبها كده بس على البشرة. انا ما باخدش كميات كبيرة ابدا ابدا من الباودر، بس ما عنديش مشكلة ان انا احط اكتر من نوع باودر على الوش. وبحط الباودر اللوس باودر على الكونسيلر بالطريقة دي. بعد كده بقى هحط شوية باودر بكمية كبيرة عشان احافظ على نظافة تحت العين عندي. هاخد الهايلايتر بتاع ويت ان وايلد، وقبل اي حاجة هحطه تحت الحاجب. بصوا بقى يا بنات، في باليت تقريبا عندي بقالها سنتين ولا مرة طلعت عملتلكوا فيديو بيها، اللي هي الباليت دي من بريتي وومن، اسمها اي شادو هايلايتر باودر. ودي الوانها. انا هاخد اللون ده ترانزيشن كالر. وعلشان انا مانعه بس موضوع الميك اب الصيني، مش عارفه اطلع اكلمكم عنها وعن جمالها وعن الالوان بتاعتها، وفيها لون في الباليت كلها يعني هوريهولكم. انا بحط اللون بس كده على الكسره بتاعه الحته بتاعه العين دي زي ما انتم شايفين كده، وبفتحها على بره. بعد كده هاخد الاتقل منه اغمق اللون الاول. القاعده بتقول كل ما تاخدي لون غامق تصغري الفرشه، يا تصغريها يا تبططيها. المهم ما تبقاش من البراشز بتاعه الدمج اللي هي المفتوحه قوي دي، الفلافي. البني قوي ده المحروق جبار. في تريك لطيفه قوي، هو ان احنا هناخد الكساره بتاعه الرموش وهحطها هنا كده بزاويه. تمام. المهم انها لما تتحط تقطع بشكل مظبوط وبأصغر براش دمج عندك. وهبتدي ان انا احطها كده
كنوع من انواع انها تكون جايد لاين ليا، حتى لو هتنضفي بعد كده هيبقى الموضوع نضيف قوي معاكي، وما تحركيهاش ابدا من مكانها. شايفين نفس الموضوع هنا، وحاول ان هما الاتنين يكونوا في نفس المستوى ونفس الشكل. بصوا يا بنات، ايدي راحت فين على البراش، كاني ماسكه قلم بكتب بيه، مش زي ما انا متعوده بمسك البراش من الاخر. ليه؟ انا بركز اللون اكتر. مش بس قوة اللون بتيجي من البيجمنت بتاع الشادو، انتي كمان قوته بتيجي من مسكتك ونوع البراش اللي بتستخدميها. بعدين هرجع لأول براش وهبتدي أدمج على خفيف الحواف بتاعة الاي شادو والأطراف بتاعته. دلوقتي بقى هيجي دور ان انا انضف الخط بتاعي، تمام، وبسحبه كله على بره. هاجي هنا وهشتغل في الطرف بتاع العين. وتريك علشان تطلعي اللاين ده شارب هو ان انت هتاخدي اي حاجه كده حاده وهتحطيها بالطريقه دي. اهم حاجه ان ايدك تفضل ثابته على نفس الحطه علشان يطلع شارب ومظبوط. اخر حاجه هاخد اللون الغامق. اللي بيلعب في الموضوع ده على فكره البراشز، فعلشان كده لازم تنقي فرش تكون رفيعة جدا، يعني كل ما تيجي تاخدي لون غامق تاخدي براش اغمق. طبعا عشان ميبقاش فيه المنظر ده باخد براش تكون نظيفة تماما وبخفف كده عشان ما يبقاش طالع ان هو من هنا كده عامل دائري. اي باليت فيها اللون الاصفر ده حطيه هنا كده. الباليت اللي بستخدمها دي من كاركتر. بعد كده هاخد الايلاينر ده من اماندا وهنرسم ايلاينر عادي. رموشي اللي مؤخرا ما بقتش بستغنى عنهم من شي جلام اللي هي بي تي لاشز. احط الرمش كده، شايفين الجمال؟ بالقلم بتاع شي جلام الطرف الفلوماستر هعمل بوزة، وبالمرة هنعبي الفراغات بقى بتاعة الحاجب. هي الطريقة بتاعتي العادية، مفيش اي تغيير فيها. تدريجة تحت العين عادي جدا. واخر واهم حاجة ان انا انضف الحدود بتاعة الايلاينر بتاعي بالباودر دي من نوت، تدي فينش برضو خطير بقى، شارب اكتر وانضف. في الباليت دي من LA Girl هاخد الدرجة دي، اعيد بقى على الكونتورينج بتاعي. بعدين يا بنات هاخد اللون ده لانه بلاشر شي جلام مات يعني ملوش اي اثر. طالع ترند قوي الليبستيك البني الغامق قوي ده، فبصراحة جاي على بالي ان انا استخدمه النهاردة. يا لهوي، رهيب. بس ممكن افتحه شوية ده بتاع شي جلام. هحطه هنا وهنا كده. اخر حاجة عشان قذف مني الوقت هاخد الهايلايتر بتاع ويت ان وايلد وهعمل التاتشات الاخيرة بتاعتي ورشة اخيرة من الفيكسر ميك اب بتاع اوفرا. وبس كده يا بنات، دي اخرة التريكات والحركات، وده اللوك اللي انا كنت عايزة اطلع بيه في الفيديو. لكن بجد موضوع فيديو النهاردة تكنيك الاندر بينتنج ده لازم انتوا تجربوه، واللي هتجربه وتلاقي فرق وفعلا تحس انها وصلت لتغيير كبير جدا في الميك اب بتاعها لازم تكتب لي وتبعت وتقول لي، لانه انا شايفاه ان هو
تغيير شديد بيخلي كله مدموج في بعضه. انتوا مش متخيلين شكل الفينش، مش متخيلين الروعة. فأنا كهدير حبيت، وأكيد انتوا كمان هتحبوا. زي ما بقولكوا اللي هتجرب تقولي رأيها، وما تنسيش تعمل لايك للفيديو ده وشير مع صحباتك، واشتراك لو بتتفرجي عليا وانتي مش مشتركة أو أول مرة بتشوفيني. اشتركي وفعلي الجرس عشان كل ما بنزل فيديو جديد بيجيلك مني نوتيفيكيشن انه الفيديو الجديد نزل، وبتكوني أول المشاهدات. وبس كده يا حلوين، سلام.